يا صباح الفل. اما تيجي تشتري براند ما تشتريش يافطة، عشان البراند معناه كبير. لما تيجي تشتري اسم ما تشتريش بس اليافطة، عشان الاسم والبيزنس اللونج تيرم بيزنس محتاج حاجات كتير. فما تعتمدش بس ان انت هتاخد المطعم بالشفات بالعمالة. ما تعتمدش بس ان انت تشوف الريفينيو او الانكم بتاع المطعم دوت الديلي بتاعه متوسطه عامل كام. لا، قبل ما تدور على البراند لازم تدور على ورق تشغيل البراند. ايه هو ورق تشغيل البراند؟ اول حاجة طبعا هي الجوب ديسكريبشن بتاعت كل وظيفة جوه البراند. يعني ايه جوب ديسكريبشن؟ المهام الوظيفية اليومية والمهام الوظيفية العامة عموما. فلكل موظف جوه البراند اللي انت رايح تشتريه او اللي انت رايح تدفع فيه ملايين، لازم يبقى فيه كتيب صغير بيقول الديش ووشر بيخش الصبح، عامل النظافة بيخش الصبح يعمل ايه، من الساعة كذا للساعة كذا بيعمل ايه، بيسلم شيفته ازاي، بيستلم شيفته ازاي، بيقفل المطعم ازاي. ده على مستوى عامل النظافة او محطة غسيل الاطباق مثلا. وخد طالع بعد كده في المهام الوظيفية لغاية رئيس مجلس الإدارة، هو كمان ليه كتيب بالمهام الوظيفية والديلي تاسك بتاعته. اوكي، بعد كده انت بتخش على الديزاين بتاع المطعم. ليه؟ لانه براند يعني فينجر براند، بصمة صباع. تأسيسه عامل ازاي، مطبخه حسب المنيو بتاعه المفروض يبقى عامل ازاي، حفظ الأغذية والمشروبات معداتها عاملة ازاي، السيرفيس بتاعه عامل ازاي، ترابيزاته، مدخله، الريسيفنج قدام المطعم، الجو الداخلي بتاع المطعم. كل دي حاجات لازم تبقى مكتوبة بورقة وقلم، متفصلة. هو ده اللي اسمه براند. انما تروح تشتري يافطة وبعدين ترجع تعيط وتقول انا اتنصب عليا. الموضوع مش يافطة، الموضوع هو ثبات الجودة وثبات المنتج. ده الموضوع. فلما حضرتك لان انا شايف ان بقالنا 3 4 ايام في كلام كتير داير على اللي بيحصل مع سين من المطاعم اللي انا كنت ضدها على الصفحة دي، وكنت مصر ان المطاعم ديت ما ينفعش تتحط ضمن المطاعم السياحية اللي احنا بنتكلم عليها. وناس كتير دخلت عملت لغط عليها على الصفحة، وانا رديت عليهم وقلت لهم انا رحت المطعم ده ايام ما كان لسه فاتح في الزواق في شبرا، وشفت بعيني المطبخ جوه عامل ازاي، مبولة من الاخر. وكان لسه هيفتح المطعم بتاع المول، وقتها كان لسه فارش في الشارع وكلام. يعني حتى كمان عزموا عليا علشان اتغدى بعد ما شفت اللي بيحصل في المطبخ ده. شكرا، سلام عليكم. مش هقول بقى ايه اللي انا شفته بعد كده. يعني انا الاول طبعا رحت عملت الانترفيو، وبعدين دخل عليا المعلم بالجلابيه والشبشب. بعد ما كنت بتعامل مع مستر وسير لقيت نفسي بتعامل مع معلم بجلابيه بيضه وشبشب مبقعه. وبعدين ما اتكلمش معايا كلمتين، لان من الاخر كده يعني الجرافطه اللي انا كنت لابسها البربريز هو ما يعرفش يربطها. ف وبعدين قالوا لي طب تعالى بس خد فكرة كده عن المطعم بتاعنا اللي شغال حاليا اللي كان في الحارة في شبرا ده. لا، لا. فما تجيش تقول لي ان ده براند، ما تجيش تقول لي ان ده مطعم سياحي. ده مطعم كبابجي، وكان بيبيع المرض بالفلوس. واتحدى
اي حد بيفهم في الاكل والشرب راح له مرتين او ثلاثة لقى الطبق نفس الطعم في المرتين او الثلاثة. لان في براند اكبر منه كنت انا مديره. اوكي. كان اول تجربة ليا في الاورينتال ملك فاروق من الاخر، وما عجبنيش من مدى اللي شفته برضه هناك في الثلاث اسابيع اللي اشتغلتهم ولا الشهر اللي اشتغلته هناك. فالكلام اللي انا بتكلم فيه ده كان في 2017، ايام ما كان لسه فاتح في شبرا في الزواق. أم، الموضوع مش ان انت تعمل براند يا جماعة، مش ان انت تشتري يافطة. الموضوع ان انت تستمر على الكواليتي وعلى السيرفيس وعلى البيزنس علشان يبقى لونج تيرم بيزنس. زي ما كنت في مشروع الماجستير بتاعي في اوروبا في روما، فقلت لهم هو انتوا ليه عندكم اكتر من 2000 سنة حضارة وما عندكوش ولا براند حوالين العالم؟ وامريكا اللي بقالها 200 300 سنة عملت براندات كتير حوالين العالم. ليه؟ عشان الورقة والقلم. الدماغ تغلط، الورقة والقلم ما يغلطوش. الدماغ تفتكس، الورقة والقلم ما يفتكسوش. عموما مش أول وقعة، في أسامي كبيرة عملت نفس النصبايا وباعت يفط. وأنا كنت رحت وحاولت أقوم المطاعم دي بعد ما وقعت طبعا، لان ما عندهمش حاجة يشتغلوا بيها. هو اشترى اليافطة وبعد كده غير الاسم بتاع اليافطة علشان خلاص بقى مش عارف يساير السوق تحت الاسم اللي هو اشتراه واتنصب عليه في كذا مليون. مش يعني اقل واحد كان حاطط 100 مليون من الاخر، يعني بنتكلم في اخر 5 سنين اقل واحد حط 100 مليون. في 2000 2012 2013 كان في برضه واحد لبناني عامل مطعم هنا، كان بيسميه ايطالي يعني. الراجل ده شوفوا النصب وصل لغاية فين. كان يخش على السيستم يعمل سيلز 200 300 الف جنيه في اليوم، ويقوم ساحب الريسيت عشان يوريه للراجل اللي هو هينصب عليه. يقول له بص انا بعمل كام؟ 200 300 الف جنيه في اليوم سيلز في 2012 و13. هو ما بيحصلش 20 الف جنيه 30 الف جنيه سيلز اساسا. بس زي ما بنقول كده، طمعان بنى له بيت فلسنجي سكن له فيه. مع انه قدامك يا سيدي الفاضل ناس كتيرة قوي محترفة في السوق كتير، يعني هم اللي عملوا البراندات الكبيرة اللي موجودة في مصر، هم اللي قوموها. بس حضرتك عايز السهل زي كل المصريين في كل حتة في الدنيا. فلان فتح انترنت وسنترال، 7 8 مصريين جنبه فتحوا انترنت وسنترال. فلان فتح محل منتجات غذائية مصرية، 7 8 مصريين فتحوا جنبه محل منتجات غذائية مصرية. ده مثال. انما احنا في مصر عندنا كفاءات كتير جدا جدا تقوم اضخم براندات عايز تعملها في مصر، وتعمل لك الامريكان سيستم البراند ستاندرد اللي احنا بنتكلم عليه. انا لغايه دلوقتي بتكلم مع مديرين مطاعم مش عارفين يعني ايه كلمه ستاندرد. كتير مش عارفين يعني ايه كلمه ستاندرد. ليه؟ لان كله كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست. ولما بتعمل كوبي وبتغلط 2%، يجي اللي بعدك يعمل كوبي ينزل عنك 30%، وهكذا وهكذا وهكذا. يطلع البراند اللي انت بتقلده او سيستم الشغل اللي انت بتقلده في الاخر مسخ. زي السوق المصري الحالي مسخ. انا مش هتكلم على الخلايجة يعني، لان برضو الخلايجة معذورين لان هم كمان ناس نقدر نقول هم طيبين بزيادة يعني، فبيصدقوا اي كلام بيتقال لهم.
والدليل على كده كمية المشاريع الكبيرة اللي قفلت في السعودية ولسه بتقفل، وكمية المشاريع الكتير اللي قفلت في الخليج عموما وبيفتح غيرها، وهكذا وهكذا وهكذا. وده ليه؟ علشان طمعانجي بناله بيت فلسنجي سكن له فيه. يا ريت نكون استفدنا بالكلمتين دول. الجماعة اللي عمالين يعيطوا على السوشيال ميديا بسبب فلان اللي نصب عليهم في كذا مليون، لو هم ليهم رغبة ان هم يعملوا براند حقيقي، احنا تحت امرهم. ليتل جوز لإدارة المطاعم احنا تحت امرهم، يتفضلوا يتصلوا علينا واحنا نقدر نساعدهم. وخلاص انت رجلك جت في الخيا، وهو خد الجرشينات وخلع. فابتديت غلط، صلح، والا اللي انت اشتريته فلوسه راحت عليك. مفيش حاجه اسمها التست. كلمه التست دي كلمه ملهاش اي لازمه. التست، مفيش حاجه اسمها تيست. في حاجه اسمها ريسيبي، في حاجه اسمها بروسيجر، في حاجه اسمها براند ستاندرد انت بتخاطب بيه السوق اللي انت موجود فيه بناء على طلبات السوق. وللاسف للاسف 90% من اللي شغالين في المجال ده افسدوا الذوق المصري وافسدوا السوق المصري. صباحكم فل.